تحدو لباتو ببركتو يو نورم يمو ونور هشي بحياتو لماينو يو نحنانو بشماكا كابودو لك برور ربو. مرحبا يا قوم. بداية أكيد الكل عم يسأل شو هي اللغة اللي تغنيت فيها الأغنية. أول شيء هاي اللغة أوغاريتية، كانت مستخدمة بالساحل السوري قبل 3500 سنة في مدينة أوغاريت طبعا، وهي لغة فينيقية كنعانية مكتوبة كانت بنظام خط مسماري، كانوا يكتبوها أو يقرأوها بطريقة الأحرف اللاتينية لحتى يفهموها أو تنقرها صح. اليوم رحلتنا مختلفة شوي عن أي رحلة بتشوفوها بسوريا. رحلتنا تخطط الواقع هالمرة، لأنه ما رح نصور بس اللي شايفينه، رح نسافر بالزمن للنقطة الأولى، بداية كل شيء. اليوم رح نرجع لمعبد حصن سليمان، واللي هو بعل عند الكنعانيين والفينيقيين، بيتوخيخي عند الآراميين، وزيوس عند اليونان، وكلهم أسماء لآلهة السماء والرعد. طبعا المعبد تعاقبت عليه عدة حضارات، من الفينيقيين اللي كانت البداية عندهم وهنن مين اختار الموقع وبنوه للإله بعل، بعدين اليونانيين، وبعدهم اجوا الرومان، وبعدهم البيزنطيين، وهي الفترة اللي دخلت المسيحية سوريا، وبعدين الصليبيين، وآخر شيء الفترة الإسلامية. طبعا يا جماعة بدي تعرفوا شيء مهم، هذا العمل صار لي 2 سنين بشتغل عليه، صح مو بشكل متواصل، بس ولا يوم مرق وما فكرت بهذا الفيديو وبهاي المنطقة والحضارة العظيمة اللي كانت بفترة من الفترات. اشتغلت هالعمل بحب كتير كبير، لأنه أقل واجب نرجع نبين حضارة سوريا كيف كانت، وأنه هالبلد مر عليه حضارات كتير وما فينا نختزله بكم فئة اجت وحكمت. وطبعا قبل ما نوصل لموقع حصن سليمان، أكيد شكر خاص وكبير لصديق الرحلة أشرف شعبان، لأن بصراحة لولاه ما كنتوا رح تشوفوا هالفيديو. وهلا خلونا نبلش الرحلة من جبل النبي متى، الجبل اللي بيطلع على البحر، وننزل بطريق ولا أروع، طريق بياخدنا هيك بهدوء باتجاه الوادي لنكتشف واحدة من أعظم الحضارات اللي مرت على سوريا، حصن سليمان. بهذا الفيديو رح يكون في تنوع كتير كبير بالأحداث، رح تشوفوا الطقوس اللي كانت بالمعبد وطرق الاحتفالات، رح تسمعوا لأول مرة ترانيم من كلمات حقيقية كانت تغنى للإله بعل، أخذتها وحولتها لأغاني عن طريق الذكاء الاصطناعي، والحلو إنه عم تتغنى بلغة أوغاريت الفينيقية القديمة، مع كتابة النص وترجمته بلغة أوغاريت كمان، إضافة للقسم اللي كلنا رح نوقف عنده، هو كيف بنى الحصن. هاي المرحلة بصراحة إلكم، دعمكم، تفاعلكم، كلمة حلوة، مشاركة بسيطة منكم في نكبر المشروع مثل ما أنا شايفه بعيوني. فإذا حبيتوا الشغل لا تبخلوا علينا، كرمال نكمل هالرحلة سوا ونبين سوريا بحضاراتها وبعظمتها. من هنا بدأت الحكاية، امتدت شرارة الحضارة نحو الجبل البعيد، نحو المعبد الذي عانق الغيوم منذ آلاف السنين. هناك في حصن سليمان كان البشر يرفعون أبصارهم إلى السماء، يناجون آلهتهم بأسماء تغيرت، لكن جوهرها واحد، من بعل إلى جوبتر، ثم إلى زيوس سيد البرق والرعد. تبدلت الأسماء ولكن الإله واحد. هنا لا تروى الأسطورة بل تنهض من جديد. هلا أنا كابن هالمنطقة حرفيا بس روح لهالمكان بحسه بدون أي كلام منمق، بحس براحة صدر كبيرة، بحس بخشوع، برهبة وعظمة لهالمكان، ما فيكم ما تشعر هيك شعور لشيء ما بتعرفوا، يمكن لكبر الأحجار اللي رح نحكي عنها، يمكن للمساحة الكبيرة والموقع، أو يمكن لسه في أرواح كانت موجودة، يعني مثل ما منقول بالعامية الناس روحها معلقة بهالمكان، فممكن في أرواح لسه
متعلقة بهالمكان عن جد، ولهيك الخشوع هيدا بينتابنا بس نروح لهون. ولهيك هالحضارة لازم تستمر، لازم تترمم، ولازم نرجع نورجي أولادنا مين نحن فعلا، لأنه نحن مو بلد مختزل بكم حقبة زمنية مرت عليه. نحن بلد حضارات كاملة تعاقب عليه الكنعاني، الفينيقي، الأرامي، الروماني، المزيحي، البيزنطي، الإسلامي، وبعد طول سيرة. هذا الفيديو هو إهداء للكل، لكل شخص بحب البلد، بحب حضارته، وبحب يشوف صورته الحقيقية. وهلأ بهالقصة أو الرحلة أو الفيلم، سموها مثل ما بدكم، رح تشوفوا شيء مختلف هالمرة. رح يكون في تنوع بالمشاهد بين الواقع الحقيقي اللي صورناه على الأرض وبين مشاهد ال3D اللي حاولت فيها رجع الزمن لورا. خلال الفيديو رح نشوف أطروحات فلسفية للأفكار والتخيلات اللي كانت موجودة بهداك الزمان، شو نوع الأفكار والأطروحات والمواضيع اللي كانت تنحكى بهداك الوقت، كيف كانوا يفكروا، شو كانت معتقداتهم، شو كانت نظرتهم للعالم والحياة والكون. حاولت قد ما فيني أعطي روح للمكان، وإن شاء الله تشوفوا نتيجة حلوة. وشغلة أساسية قبل ما نبلش رحلتنا يا جماعة، هذا الشغل أخذ كتير وقت وجهد مني، وصراحة ما رح أسمح لأي صفحة تنسخ وتلصق عنا مثل كل مرة. هالمرة ما بدي أحكي شي مع صاحب الصفحة مباشرة، رح أتخذ إجراء قانوني. هلا خلونا نترك الكلام على جنب ونستمتع سوا بهالرحلة. شدوا الأحزمة، حضروا خيالكم، لأنه رح نفتح بوابة الزمان. راسي شو هذا؟ وين أنا؟ شو صار؟ شو هذا؟ أشرف وينك؟ أشرف، وين راح الزلمة هذا؟ شو هاد لحظة؟ حسن سليمان متعمر من جديد، ولا أنا رجعت بالزمن؟ والله شكله رجعنا. أيوه، قال هلا بيطلع لي اللي بعمل. شو بدي اقول له؟ مرحبا استاذ بعد، مرحبا اله، شو بدي اقول له؟ يا رب سلم، خليني اشوف وين اختفى اشرف بالاول. يا لطيف، هالطبيعة شو كانت حلوة هون، بس ليش ما في حدا؟ لا تندهي ما في حدا. والله شكله نسكت احسن، خليكم تتابعوا الفيديو احسن ما نعمل مشكلة. هي أيها الغريب. ايوه، احلى بالشباب وبالصبايا، اهلا اهلا. هاتلك ضمي، والله مشتاق شوف حدا ولو ما في حدا هون. شو بك يا بي؟ خلص اوكي، العمى الله كان جاب القبيلة علينا هذا. خلوني هلا اعرض لكم مجموعة تفاصيل وفيديوهات كيف كان تصميم الحصن واجواء الطبيعة بهداك الزمن. طبعا يا جماعة برجع بعيد، كل اللي شايفينه هون هو معمول حجرة بال3D ماكس. تحريك الشخصيات هو فقط AI، وهو إعادة بناء دقيقة طبعا طبق الأصل نوعا ما، اعتمدت فيها على قياسات حقيقية وتفاصيل تاريخية قديمة. الشيء الوحيد اللي استخدمت فيه الذكاء الاصطناعي هو تحريك الشخصيات. هلا هون قدامكم الصورة التخيلية الوحيدة اللي لقيتها لحسن سليمان، ومنها بلشت كل الشغل على التصميم. إذا بتلاحظوا بالصورة كان في سقف للباب الرئيسي، وكانت أعرض بكتير من اللي ما نشوفه اليوم، وكمان كان في سقفين أعمدة من كل جهة. يعني عند المدخل كان أعظم وأوسع وأقرب لفكرة بوابة الإله يعني.
هات لنشوف نفوت، نشوف إذا أشرف موجود وين راح. معقول ينعزم على ولي من دوني؟ والله شكله هيك. لا يا أشرف له. كيف الشباب؟ هذا شكلي أشرف. يا زلمة اختفى، كان معي وين؟ ما اختفى، وين راح؟ انظروا إلى ملابسه. يا إلهي، ما هذه الثياب؟ ربما هو أحد الآلهة الجدد. أمبسوط أنت بنفسك؟ كيف دخلت إلى هنا؟ يجب أن تعلم أن هذا المكان المقدس لا يدخله إلا الكهنة الكبار. أيها الأبله الغريب، هذا معبد الإله بعل، ماذا تريد؟ طيب هلا بداية مقبول. أنا اسمي تراس، جاي من سنة 2025. بسم الله على قلبكم شباب، طولوا بالكم. كأنا مثلكم، طولوا بالكم. لا تقترب، لا تقترب. هد شوي، هد يعني يمكن بلشت تفهم شو اللي صار. لك حبيبي شو صار لك انت؟ هاي حسنا حسنا، اهدأوا قليلا أيها الكهنة. منظر يا حرام. يا جماعة شو كل اللي صار هو انه انا فعليا رجعت ل 2000 سنة لورا. ما هدفك من المجيء إلى قدس الأقداس؟ هذا معبد الإله بعل، ولا يمكن أن تدخله هكذا. ماذا تريد؟ والله جيت بدي أشوف الإله بعل. لا يمكنك لقاء الإله بعل، ذلك محرم على الفانين. قلت لي فاني؟ على اساس انت لساتك موجود اصلا. لا والله عن جد، بما اني رجعت هلا خلاص بدي في كم سؤال واستفسارات بدي نطرحها عليه. من ذا الذي يقف أمام بعل دون رهبة؟ أسمع دقات قلبك وأشم رائحة زمن غريب عليك. قل ما تريد يا عابر البوابة، فالريح حملتك إلي لسبب. اهلا يا بعل، يا اله الخصم. والله انا ما بعرف اذا بدي احكي معك بالفصحى ولا بالعامية. والله انا ما رجعت، وبصراحة الزمن رجعني، وعندي اسئلة كثيرة. بما اني رجعت رح اسألك اياها. يعني انا وانت هلا ما اعرف انك مانك اله فعلا، بس ليش اطلقوا عليك هذا التوصيف؟ اسمع يا ابن المستقبل، الناس في كل زمن يعطون الألقاب ليس حسب الهوية بل حسب الحاجة. كل إنسان في هذه الحياة جاء ليملأ الفراغ المخصص له، مهما كان صغيرا أو كبيرا. فكل من يحمل صفات النبل والحكمة والشجاعة وحب الخير يصبح في أعين الناس دليلا ومرشدا أو رسولا، بل ربما إلها. أفهم يا ابن المستقبل، إن الناس تضل المعنى إن لم تجد الطريقة، وحين يجدون شخصا يعاملهم بعدل ويزرع فيهم الأمل ويمنحهم ثقة بالحياة، فإنهم يرفعونه فوق العرش ولو كان قلبه قلب إنسان لا أكثر. اسمع يا ابن المستقبل، أعلم أنك تخشى سوء الفهم، ولكن لا تقلق، فما كانت تؤمن به الشعوب القديمة ليس كفرا ولا تحديا للخالق، بل كان بحثا عن رمز يدركونه ويستوعبونه. في زماني لم يكن الناس يرون العالم كما ترونه أنتم اليوم. لم تكن هناك علوم تفسر المطر، ولا كتب تبين مسار الشمس، ولا خرائط ترسم فصول الأرض. فكان الإنسان يبحث عن صورة يضع فيها معنى القوة. يرى الشمس تشرق فتنير حياته فيقول هي رمز القوة، ويرى المطر يحيي التراب فيقول هو رمز الخير. أما أنا فلم أكن إلها بالمعنى الذي تفهمونه أنتم في عصركم، بل كنت رمزا للقوة التي تمنح الحياة، ورمزا للخصب الذي يعيد للأرض خضرتها. أنت الآن تنظر إلى الماضي بعين المعرفة، أما هم فالنظر إليه بعين الحاجة. أيها الغريب، أنت محظوظ. اليوم تقام أعظم مناسباتنا تكريما لبعل العظيم.
إنه عيد المذبح الذهبي، حيث تقدم القرابين وتقام المسابقات وترتل الترانيم. يسرنا حضوركم. هل لديك أي طلب أستطيع أن أعطيك إياه؟ ايه والله يا بعل، في طلب واحد بدي اياه منك. مو انت آلهة الخصب والخير طيب خيو، خصب لي هالقناة على اليوتيوب، خلي عدد المتابعين عندي يزيدوا، لأن بصراحة هالشغل بده نتيجة حلوة، وإلا ما عجيب سيرتك وخليك تحت الأنقاض والأطلال ما حدا بيعرفك. بالرغم من أنني لا أدري ما الذي تقصده تماما متابعون قناة، ولكن لا بأس، دعني أثبت لك قدرة بعلن الحقيقية. لكن قبل أن يحدث ذلك يجب عليك تقديم أضحية رمزية. أضحية؟ أضحية ماذا؟ ماذا تريد؟ نعم، أضحية. ألا تعلم شعائرنا يا ابن المستقبل؟ هكذا تسترضى الآلهة وينفتح باب البركة. طيب خيو، ليك في عند رفيقي أسامة حبيب عنده دجاج نوع براهما، والله إلى كل الزمان. عليم إذا بتزبط معك والله لو وصيلك على أحلى دجاجتين براهما من عند رفيقي، بنجيبهم بنعمل عليهم برغل بحمص، نقعد قدام هالمعبد معلم وعزوم اللي بدك إياه. حسنا، سترى الآن قدرة الإله بعل. هل أنت جاهز يا ابن المستقبل؟ تعال يا ابن المستقبل، ودع بعلا يمارس عمله حتى تحصل على 1000 متابع في يوم واحد. أيها المتابعون في كل زمان ومكان، اشتركوا الآن في القناة على يوتيوب واضغطوا زر الجرس لتصلكم كل أسرار الحضارة القديمة، ولتعودوا بالزمن إلى مجد حصن سليمان وسوريا. تعال أسرع، فسوف تبدأ الآن احتفالات المذبح الذهبي. يا أيها القوم، اليوم يوم ميلاد جديد، يوم الخصب والتجديد. اليوم عيد المذبح الذهبي، عيد سيد الأرض والسماء ومنبع المطر. سنضحي له اليوم كما ضحى آباؤنا من قبل، ليمنحنا الخير المنتظر في بداية كل عام. اليوم ستقام الولائم وتغنى الأغاني لبعل، وترتفع أصواتنا إلى السماء حتى تسمعنا الرياح وتجيبنا السحب. فافرحوا يا أبناء الأرض، فإن الرب الحي ينظر إلينا اليوم بعين الرضا، ويريد لنا الخير والخصبة والسلام. ابدأوا احتفالاتكم وغنوا لبعل العظيم. يا بعل ركض أبابيل، لمعد العرش شمع، يا رد شادك ويا بور كرمو، وتحلو لباتو ببراكتو، يا بعد ران رجل
هذا هو الغريب الذي تحدث معنا في الداخل. اقترب يا بني، فاليوم نجتمع لنتحدث في أمور لا يتجرأ الناس على الخوض فيها. هلا بالشباب، هلا على عيني والله. ايه ليش لا؟ هاتوا لنشوف امور مثل شو مثلا؟ مثل ما يربك حتى الآلهة: الزمن والحياة والموت ومصير الروح. طيب بالنسبة لكم كيف تشوفوا الزمن أنتم؟ هلا نحن بالعصر الحديث بنشوفه خط مستقيم. خطا مستقيم يا بني، ليس في هذا العالم شيء يسير خطا مستقيما. انظر إلى القمر يعود كل شهر، وانظر إلى الشمس تولد كل فجر وتموت كل غروب، وحتى الحقول تموت في القيظ ثم تبعث في الشتاء. نحن لا نؤمن بزمن يمضي، نؤمن بزمن يدور. ما كان سيعود وما سيأتي قد حدث من قبل، ولهذا نحفظ الطقوس. بس هيك ما في تكرار. الجديد يا بني ليس فيما يحدث، الجديد في من يحدث له الشيء. طيب والموت شو يعني لكم الموت؟ الموت ليس نهاية، بل باب يغلق على الجسد ويفتح على شيء آخر. يعني بتقصد بكلامك أنه الروح تنتقل من مكان إلى آخر، صحيح؟ نحن نرى الحياة مثل موسم المطر، ينزل ويروي الأرض ويترك أثره ثم يتوقف، ولكننا لا نبكي لأننا نعلم أنه سيعود. وهذا اللي بيميزكم فعلا، حضارة الخصب والتجدد دائما، وهذا على عكس الحضارة المصرية اللي بتقول إنه الحياة بعد الموت. طيب وشو عن الروح؟ شو بالنسبة لكم الروح هي؟ يا عابر البوابة، اسمع ما نقوله عن الروح، تلك التي لا تحمل اسما ولا عمرا، بل تحمل أثرا وطريقا. إن الحياة تتجدد، وكذلك روح الإنسان. فالعدالة الإلهية لا تكتمل في عمر واحد ولا تقاس بسنوات الجسد، إنها تحتاج إلى مراحل عديدة، إلى تجارب، وإلى نضج يسمح للروح أن تقترب من سر الوجود. كيف تتحقق العدالة للطفل الذي ولد ومات بعد عام؟ وكيف تقارن روحه بروح رجل عاش 100 سنة، أخطأ وتعلم وسقط ووقف؟ هل تتساوى الأرواح في الحساب بينما لم تتساوى في الفرص؟ كيف تحاسب روح لم تعط زمنا كافيا كي تظهر نورها أو ظلمها؟ وكيف تطبق العدالة على إنسان ولد بين أهل العلم والكتب، وآخر ولد في قبيلة نائية لا يعرف شيئا عن الشرائع والرسالات؟ كيف يقف الاثنان أمام ربهما على ميزان واحد؟ يا عابر البوابة، الجسد له خط نهاية ينتهي حيث يسقط، أما الروح ما نسميه نفس الآلهة، فهي تنتقل وتتغير وتتجلى، تسافر من حياة إلى أخرى، تحمل ما اكتسبته وتكمل ما لم يكتمل، إلى أن تصل إلى اللحظة التي تقف فيها أمام خالقها وهي تحمل قصتها كاملة. بهذه الرحلة وحدها يكتمل معنى العدالة الإلهية. طيب هلا هي بالنهاية وجهة نظر وجزء كتير صغير من فكرة هاي الحضارة، حضارة الخصب المتجدد، واللي دائما ناطرة فصل جديد يحمل معه الخير والنور والحياة من أول وجديد. حديث طويل وما فينا نكفي أكتر من هيك. خلونا نرجع هلا. عم يقولوا في مسابقة لرفع جذع الشجرة، ما شاء الله، وبدهم الشباب يبلشوا هلا. نحن هلا لازم نروح نجيب كليان بطاطا من معرفة نوصل على البيت. نشوف شو بدنا نرفع.
سيدي الكاهن الأعظم، الشمس أوشكت أن تبلغ كبد السماء، والحشود تنتظر بدء الطقس. دعهم ينتظرون قليلا، فالروح لا تستعجل والأرض لا تثمر قبل أوانها. يا رجال النار والنور، هذا قرباني، أبني سقيم وروحه تذبل يوما بعد يوم. قربانك مقبول، ولكن هل طهرت قلبك من الشك؟ أنا وقلبي معلق بآمال السماء، أعيد إليه العافية بحق الآلهة. سيدي، هل نبدأ الترتيل الكبير وندخل معه قربان هذه المرأة وابنها؟ ابدأ، ليهتز هذا الهيكل بنداء السماء. يا بليب تلي شماوي دور، نور الإنجيل الأرشاد، يا رد حلم ويا برتلا، وتحدو لبته ببربته. وهلا بنجي للقسم اللي محير ناس كثير، قسم المساحة والبناء وكيف قدروا ينفذوا هيك مشروع ضخم بهداك الزمان. مثل ما حكينا سابقا، الحصن انبنى على عدة مراحل وحضارات، لكن الجزء الأكبر من الشغل اللي منشوفه اليوم هو كان كله بالعصر الروماني. أما بالنسبة للارتفاع فخلونا نحكي بلغة بسيطة. لنفرض مثلا أشرف طوله 180 سم. إذا بدنا نقارن طوله بطول أول مصطبة بس من واجهة المعبد، فبتشوفوا الفرق الهائل، بتشوفوا قديش الكاميرا مهما حاولت ما بتقدر تنقل الحجم الحقيقي للمكان. وعلى فكرة، في مجموعة أحجار بالسور ممكن يوصل طولها ل7 أمتار بارتفاع 2 ومترين ونص تقريبا. تخيلوا حجر واحد بهالحجم وتنشال وتنحط بهالدقة. لو هون بنوصل للسؤال انه كيف انبنى هالمعبد وكيف قدروا يرفعوا هالاحجار بهالضخامه هي. خلوني نجاوبكم بطريقه بسيطه وبفكره خطرت لي. شفت فيديو لمجموعه من النمل، كانوا عم ينقلوا سحليه ضخمه، يعني اذا بنقارنها بحجمهم فهي ضخمه، وعم يقطعوا اصعب نقطه بالطريق. بصراحه قلت مستحيل ينجحوا، بس نجحوا. هون وقفت وقلت لحالي، اذا النمل بهالحجم وبهالقوة البسيطة قدر يعمل المستحيل، فشو خلينا للإنسان يعني. وهالمنظر لوحده بصراحة خلاني استبعد تماما كامل الأساطير والخرافات اللي بتقول إنه جان النبي سليمان هن اللي بنوا الحصن، لأنه الحقيقة ممكن تكون أبسط وأعظم. الإنسان بإرادته وتنظيمه وذكائه قادر يعمل المعجزات بصراحة. هلا وإذا بدنا نحكي بطريقة أسهل، فإنه طريقة المصاطب الرملية والمنحدرات وشد الأحجار عليها فهي طريقة منطقية مقبولة إلى حد كتير كبير، بس يكون العنصر البشري موجود ومتوفر بكثرة يعني.
للأسف ما في شي بضل على حاله. المنطقة تعرضت لعدة زلازل وأدت بالنهاية لوصول الحصن لنا بهذا الشكل. أنا بعلو والغمام مقامي والبرق يحمل ألواح أيامي. شاهدت المعبد حين ارتجت أعمدته والأرض تصيح كقلب هزامي. زلزال زلزال فتح بابا وانغلق الزمن. تهورت حجارة بومي أنا الروح تعود وتبني الوطن. خمدت نار قداس ليلا وانطفأت نور الساحة سربالا. لا ريح تهب ولا طيف يمر. كأن الكون تجمد خوفا وجالل. زلزال زلزال فتح بابا وانغلق الزمن. تهوت حجارة قومي لكن الروح تعود وتبني الوطن. أنا بعل وما سقط بالأمس تنهض روحه عند من ينشد اسمي. وحين تدق الطبول يعود الزمن. وهيك كانت نهاية رحلتي بهي الحضارة العظيمة. حضارة كانت تعرف معنى الإنسانية، العطاء والخصم. حضارة ما كانت تعرف الإله الواحد بالشكل اللي بنعرفه اليوم، بس كان عندها على الأقل إيمان وإخلاص. وكان هذا الإخلاص وحده كافي ليخلي الإنسان يوصل للسلام الداخلي مع نفسه ومع الإله. سلام مع نفسه بدون مظاهر، بدون تمثيل. ركزوا على هالكلام منيح. وأكيد ما رح روح إلا وما أخذ صور، خصوصا مع هالصبايا والشباب الحلوين. بس سألوني كيف بدنا ناخذ الصور، برأيكم كيف فيني وصلون إياهم؟ وهلا إذا بدكم نفتح بوابات تانية اشتركوا بالقناة، لأنه فعلا هالفيديوهات فيها تعب كتير كبير. دعمكم هو اللي يخليني افتح الطريق للبوابات الجاية. هلا بنرجع لعند أشرف لأنه أكيد بيكون ما يدور عليه. سلام.